في حاجة لو عرفتها عن نفسك النهاردة ممكن توفر عليك سنين من الوجع بعدين. احنا بنفتكر ان الصدمات النفسية بتيجي من اللي بيحصل لنا، خيانة، رفض، فقدان، فشل. بس الحقيقة ان اغلب الوقت الصدمة مش في الحدث نفسه، الصدمة بتحصل لما الموقف يكشف حاجة عن نفسك ما كنتش شايفها. واحدة يسيبها شخص كان بيحبها فتتوجع، وواحدة تانية تمر بنفس التجربة بس تتكسر. يمكن اللي اتكسر كان رابط قيمته كلها بان الشخص ده يختاره. يمكن كان طول عمره خايف من الرفض، يمكن كان محتاج يثبت ان هو كفاية. عشان كده الوعي بالذات مهم، لان الحاجة اللي مش واعي بيها جواك هي اكتر حاجة ممكن تتحكم فيك. كل جرح ما تشافش هيتكلم مكانك، كل خوف ما تفهمش هيوجه قراراتك. لما تعرف نفسك بجد مش معنى كده انك مش هتتوجع، بس لما الوجع يجي مش هتتلخبط، هتعرف ان دي مش نهاية حياتك. انت مش بتتوجع عشان الشغل ضاع، بتتوجع عشان الصورة اللي بنيتها عن نفسك كشخص ناجح اتكسرت. مش بتتوجع عشان حد رفضك، بتتوجع عشان الرفض لمس سؤال قديم جواك: هو انا كفاية اصلا؟ وعشان كده الوعي بالذات مهم، لانه بيخليك تفرق بين مين انت فعلا ومين انت لما تكون محبوب، مين انت لما تكون ناجح، مين انت لما الدنيا تبقى ماشية زي ما انت عايز. لان اول ما هويتك تتعلق بحاجة بره منك هتبقى مهدد طول الوقت ان انت تفقدها.